هذا اليوم طبختنا تيس ودجاج عشان الناس اللي تبي تطبق، محشي بمكرونة ومحشي بكشنة وشغل مرتب. طبعا التيس يا جماعة الخير هذا هو يجيك كامل، بس تشقه. منين تشقه؟ من هنا بس، عشان تحشي فيها المكونات وتخيطه. تتبيلة نبي نحط من الخلط الغربي الحراق والعادي عشان يصير الطعم موزون، ونحط منها ملح ومويه. صلى الله وبارك. تتبيلة اللي برا باقي هذا الشيء ما تبلناه، نحط شوي من البهارات ونتبله. الباقي كله مطبوخ جاهز. الحين نتبله من داخل، هذا التتبيله من داخل ومن برا، وبعدين نحشيه. نبدا الحشوه. طبعا تشكيله، نحط شوي مكرونه شوف انواع مسوينها بالبيت، ونحط شوي كشنه، نحط شوي خضار، نحط بيضتين، تشكيله كذا لين تروح الحشوه كلها ببطن التيس. خلط الغربي طبعا انتم عارفين موجوده عند السيف جاليري او الثلاجه العالميه او حساب الانستغرام، بحط لكم رقمهم وانستغرامهم. كذا خيطناه بسيم معلاق او سلك قوي اللي تبغى. هنا تشرح شوي من اللحم القوي بس عشان تدخل التتبيله فيه. باقي التتبيلات كثيره ما اخذها بطن التيس، نحشي فيها الدجاج والباقي نحطه على الرز. صلى الله وبارك. صلوا على محمد. بتراه كذا على شبك، فرشنا الجمر وحطيناه على الجمر. يا سلام. يلا عطونا قدر. الحين نحط القدر فوقه ونسكر عليه تسكير كامل. يا سلام. الحين ندفنه. طبعا الجمر هذا راح يعطينا حرارة، ونتركه وتشوفون بعد كم نطلعه. بحط لكم الساعة. يلا بعد ساعتين بالضبط. الله 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 الله، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. الآن التزيين، شوف الدجاج كيف، شوف هذا مع الاستواء، شوف كيف الخرفشة. ليش كذا؟ شوف الخرفشة. نقول بسم الله.